هل تعرفوا أو تعلموا أو عندكم معلومة أنه كاين ناس صح ما يخافوش ربي؟ وأنا كي نقول صح ما يخافوش ربي، هذه الكلمة هذه بالمعنى تاعها، لا يخافون الله، صح ما يخافوش ربي. راح نتحدث في هذا الموضوع تاع الناس هذول ما يخافوش ربي، ونطلب منكم فقط بارطاجيو باش هذا الناس ممكن يتفرجوا الفيديو تاعي تلحقهم معلومة أو الضحايا تاع موضوع هذا اللي هو موضوع السرقة في البلاد. أنا جزائري، نتحدث على السراقين في الجزائر. فاحنا بصفة عامة كجزائريين نعرفوا ونعلموا وما يخفاش علينا أنه السلطة في الجزائر سلطة متعسفة، لا توجد عدالة، لا ديمقراطية، لا حرية، وكذلك الخدمة مثلا بالمعرفة، الخدمة بالتشيبا، الخدمة بالرشوة. معظم المشاريع، معظم مشاريع اللي ناجحين في البلاد تلقاهم كثرتها الأولاد المعرفة أو أصحاب دراهم أو النساء. هذه يعني معلومات، ما يجيش واحد في الكومنتير ولا واحد يعيط لي في التليفون ولا في الانستغرام يقول لي راك غلط. على بالنا كذلك أنه النظام التربوي في الجزائر متدهور، على بالنا أنه كذلك النظام الصحي في الجزائر سي زيرو. كذلك نعرفوا أنه شكون يحكم في البلاد، الدولة العميقة، جنرالات فرنسا. نعرفوا بلي السياسة في الجزائر السياسة مخلطة كاع، مشاكل بارتو، القدرة الشرائية غالية صعيبة على أي شخص، خاصة الناس اللي عندهم عائلات أو مسؤولين. تلقى واحد مسؤول على الزوجة تاعو وأولاده وخدام وما يلحقش. كذلك الناس في الجزائر كاين حتى ناس قنطت من رحمة ربي. بزاف مشاكل راهم في البلاد، إنسان ولا خلاص يعني فقد الأمل في البلاد. ولكن باعتبارنا كمسلمين شدة في ربي سبحانه، الصبر، واللي يلقى حل أفضل يتكل على ربي، وإنسان دائما يدعي وما يبعدش على ربي سبحانه. وإذا كان الإنسان هذا سواء كان رجل أو امرأة غلط أو تعدى على حقوق الدين أو كما نقولوا احنا سها، دار معاصي، ارتكب سيئات، فبينه وبين الله عز وجل ربي سبحانه يغفر. هذه 100%. الله عز وجل يغفر ويرزق ورحيم بالعباد. أما إذا كانت أمور بين الإنسان وإنسان، يعني بين العباد، فهنا ربي سبحانه حتى ويغفر للظالم هذا اللي بينه وبين العبد، ولكن الإنسان يوم القيامة 100% ما راحش يسمح من حقه إذا كان مظلوم، سواء هذا الإنسان كما قلت لكم يعني بين الإنسان أو حتى الناس المظلومين من طرف السلطة الجزائرية المتعسفة. وكاين استثناء، لأنه النظام الجزائري فيه ناس ملاح، ما نقولوش كلهم ماشي ناس ملاح. مثلا في العدالة كاين دي جوج ناس ملاح، كاين دي بروكورور ناس ملاح، في وزارة الدفاع الوطني كاين ناس قيادة ناس ملاح، كاين جنود ناس ملاح، في بعض مثلا في المكاتب تاع لابوست تلقى كاين ناس ملاح، مثلا في لاكناس كاين ناس ملاح، في سلك الشرطة، سلك الدرك الوطني. هذه المعلومات اللي نقولها لكم انايا باش قبل ما ندخل لكم في الموضوع هي بصفة عامة، ولكن احنا نعرفوا باللي كاين 100%، راني متأكد 100% باللي كاين ناس ملاح في المطارات، في الموانئ، في الشركات، في الدومين تاع كاين اساتذة بصح. باش يلحق الإنسان يسرق خوه، خاصة في شهر رمضان المبارك. هي في القرآن الكريم وفي الإسلام تاعنا، وربي عز وجل قال لي يسرق يدو تنقطع. هذا لي يسرق إنسان سارق تنقطع يدو، فهذا ظلم وهذه سيئة. فما بالك في شهر رمضان؟ كاين ناس يسرقوا في شهر رمضان. ففي شهر رمضان احنا نعرفوا أنه الحسنة تتضاعف وتزايد،
وتزيد، والسيئات كذلك تضاعف وتزيد. فهذا الموضوع هذا حبيت نحكي عليه، عندي بزاف، حتى كنت في البلاد كنت نحكيه. انا ما كنتش ننشط في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا اليوتيوب وكل ما هذا مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد ما كنتش نهتم بها بزاف. كنت نهتم كيفاش نخرج من البلاد ونحقق واش كان في مخي وفي راسي، والحمد لله هذا من فضل الله، الحمد لله على كل حال. واعوذ بالله من حال اهل النار. حتى انا نغلط ونخطا، نخطا ونغلط يوميا بيني وبين الله عز وجل. دائما ندعي ودائما نشهد وربي هو يغفر، بصح نحاول ما نخطاش مع الناس ولا في حق الناس، الا الناس اللي ظلموني. يعني اي واحد يلحقني انا كيفاش نقول ندافع على نفسي كوكسوا برا في الواقع ولا في المواقع. الموضوع تاع السرقه هذا انا لخصوه في 3 امثله. فواحد صديقي عنده محل تاع الهواتف النقاله، يبيع ويشري وكذلك يصلح في ولايه بومرداس. ممكن اشوف الفيديو هذا، بعث لي فيديو قال لي شوف هذه صارت في رمضان، انا شفتها بعيني. او هذا المحل تاع هذا الحانوت تاع صاحبه، دخل انسان طويل سرق تليفون، قال لي سرق تليفون اكس ار واكس ار هذا ايفون. وهذا المحل هذا عنده كاميرا. فالفيديو هذه ان شاء الله تنشر في اكبر يعني نسبة تاع المشاهدة. هذا الانسان هذا دوك، هذا صاحب المحل خدام ويتعب مع لي زامبو والسلعة والناس والبزنس، وعلى بالنا بلي البزنس راه في البلاد ميت وناقص ويجي واحد يسرق له تليفون وقتاش في رمضان. فهذا الشخص هذا السارق هذا، انا من امريكا نقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا السارق. هذا المظلوم هذا ما حش يسمح لك. كيفاش يعني هذا الانسان هذا السارق واش راح يدير بهذوك الدراهم، ولا واش راح يدير بالتليفون تبيعه وتروح توكل ولادك الحرام؟ فممكن هذا الانسان هذا السارق هذا كان يحس يقول لك الله غالب ما لحقتش ما قدرتش. هذا الله غالب ما لحقتش ما قدرتش كاع راهم يسرقوا. وهذا كيف نقولوا احنا هذه المصطلحات ولا هذا الجيستيفيكاسيون هذو عند ربي سبحانه ما يسواوش، ما ربي سبحانه ما ياخذش بهم. كاش هذه ما تدخلش في الراس ولا في العقل تاع انسان مسلم اللي خاف ربي يروح يسرق يقول لك الله غالب ما عنديش لا حق ما قدرتش ما لقيتش خدمه، نخدم في الحرام باسكو ما لحقتش الله غالب، ندير باش نخدم ندفع رشوه الربا. حتى هنا في امريكا كاين بزاف ناس ما يخلصوش يستعملوا الربا كما قلت لكم فيديوهات سابقه وفي لي لايف تاع الانستغرام. الربا السرقه هنايا مثلا هنا هذوك الفود ستامبس هذوك لي كوبون تاع الطعام هذوك هنا يبيعوهم. يعني ولا الانسان في 2024 هذا انسان ولا ما يفرق لا بالحلال بالحرام. فهذا الانسان هذا السارق هذا لو كان مثلا قصدت هذاك من المحل وقول له اعطي لي مثلا 100,000 قادر يعطيك 100,000. فالانسان ولا يحشم، الانسان الحقنا وين ولا يحشم باش يقصد الناس ولا يروح يحوس على خدمه يخدم، يفضل انه يسرق. هذه القصه الاولى. القصه الثانيه شفتها على صفحه خاصه بعمال مطار هواري بومدين على الفيسبوك، قريت واحد ولا وحده تعرض للسرقه، سرقوه. هو راه يقول ولا هي راه تقول باللي سرقوه لي زاجون تاع المطار ماشي لادوان. احنا نعرفوا لادوان 100% ما يطلقوا والو الا القليل قليل قليل الا ما رحم ربي. كاين ديوانه في الايروبور من اللي بدا يخدم هو يسرق، ودائما يقول لك حنا تابعين وزاره الماليه ما نخلصوش مليح وكذا وكذا. يا اخي اتق الله في نفسك، الا ما عجبتكش الخدمه هذه وماكش تخلص فيها مليح بدل، ما تروحش للحرام. فهذا المظلوم هذا السارق هذا سرقوا له تليفون. انا حبيت نقول هذا السارق هذا ممكن يشوف الفيديو هذا ولا على بها قلت لكم بارطاجوها، نقول له حرام عليك. يعني يوم القيامه الانسان ما يسمحش كاع في حقه حتى من عند الام تاعو والاب تاعو، لانه الخصوم هذاك الوقت خلاص. يعني الحسنات الناس تحوس على الحسنات، فما بالك تسرق واحد ولا تسرق الوحده الكابا تاعو وتسرق التليفون، يسرقوا كاسكيطات دراهم الذهب. فهمت انا يعني وش من الضمير اللي عندهم. ومن بعد يقول لك الله غالب الخدمه ما كاش ومنا. ايماجيني هذا اللي سرقته هذا، يا الا راك تشوف الفيديو ايماجيني هذا سرقته التليفون ماشي تاعو، والتليفون نقولوا مثلا يدير 200 اورو ولا 300 اورو ماشي تاعو. شغل هو راح مسكين فواياجا ولا عايش في ليترونجي يحبط البلاد، واحد يقول له هاك حبط لي تليفون، واحد حبط لي قرعه ريحه، واحد حبط لي ما على باليش هذا تريكو منا انت تروح تديه له.
ربي وكيلك، والله هذا الناس ما مشي يسامحوكم كاع، يا السراقين، وماشي السراقين غير في المطارات، حتى الناس اللي تغش وتسرق في الميزان والمطففين ربي سبحانه في القرآن قال ويل للمطففين. تعرفوا واش معناتها الويل؟ هو واد في جهنم، يعني واحد اللي يسرق في الميزان الجزاء تاعو ويل، يعني واد في جهنم. كيف انت شغل راك تشري راك تشري كيما نقولوا حنايا تشري بلاصه في الجهنم. كاين الخضار يسرق، كاين اللي يروح الجامع يصلي يسرق، كاين اللي يسرق في الصالات، كاين اللي يسرق في اوقات العمل، كاين تلقاه الشاف دو ستاسيون تاع بومبا ايسونس نافطال ولا بريفي يسرق، كاين واحد تلقى عنده مسكين حانوت اليمونطاسيون يسترزق منه يدير خدام يسرقوا، كاين تلقاه يخدم في الراستيه ولا يخدم ترونسبورتور ريسيفور يسرق. الناس ولات تسرق نورمال، وكاع عندهم حجه واحده تاع الله غالب، سرق الشعب، الله غالب، الدوله سراقه، بوتفليقه سراق، تبون سراق، شنقريحه سراق، سرقونا البترول. وكيزيدوا يروحوا لفرنسا ولا يروحوا كيف يقول لك فرنسا سرقت لنا البترول، فرنسا ويسرق في الدول هذو. كيما الفيديو هذاك تاع التونسي هذاك اللي في الالمان راهي دايره حاله في الالمان، دخل هذيك السيبيرات وبدا ياكل في الياغورت ويشرب الكوكا ويرمي ويقول لك الالمان سرقت من تونس وكذا وكذا. والمهم هذه بالنسبه للقصه الثانيه تاع المطار. دونك الناس اللي في المطارات والناس خاصه حنا اللي زيترونجي منا تعرض تقريبا كاع تعرضوا للسرقه. انا شخصيا انا نحكي على روحي، انا خطره العام اللي فات الله اعلم بعثت حوايج الخاوتي، صدقوني غير دولي بعثتهم كيما نقولوا حنا كوري دولي. الا ما غلطتش الا ما نسيتش، يا زوج سراول، يا زوج لي سيرفاتمون، يا سروال وسيرفاتمون، سروال جين وسروال تاع سيرفاتمون. هذا اللي سرق لي انا، اللي سرق لي. تسمى راك سرقتني انا يتيم وسرقت خاوتي يتامى. انا والله ما نسمحلكش الى يوم الدين، يوم القيامه توقف على هذاك السروال هذاك شحال 20 دولار 30 دولار شحال ديت 50 دولار مليون. والله ما نسمح لك الى يوم الدين، مهما حتى وترجعهم ما نسمحهم لكش. هذه بالنسبه للقصه الثانيه. القصه الثالثه شفتها تاني في مواقع التواصل الاجتماعي، الله اعلم في الفيسبوك. واحد راح صلى صلاه الجمعه، واحد من بومرداس، يعني باش نعطيكم بالدقيق الماتريكي تاع الطوموبيل تاعو هو عنده هذيك رونو كليو ماتريكي بومرداس. راح دخل جامع صلى الجمعه ولا لقى الكاميرا تاع الطوموبيل تاعو مسروقه. والله يا فهمت انا الجمعه رمضان والناس تسرق، فهمت انا هذا اللي سرق الكاميرا. لعنه الله عليك، الله يلعنك والله ينعلك كما يقولوا، وان شاء الله تنعلك الملائكه الى يوم الدين. وهذا هذا النوع تاع السراقين هذو انا نبغضهم ونكرههم في الدين، وندعي لهم دعاو الشر يوميا، ونطلب من الناس هذو ما تقوليش زعما واحد يجي يفتي يقول لي اسمح له وربي يغفر، وانت كيف ما تسمحش ربي سامح وانت ما تسمحش، وماشي مليح دعي دعاو الشر. حسبنا الله ونعم الوكيل. رانا نتعبوا والناس راهي تتعب في البلاد، تخدم باش دير الاجر باش تعاون. كاين الناس هنا في امريكان يبعثوا امور دواوي دي فيتامينات، يبعثوا مساكن حوايج للزوا ولا لي بيبي، حوايج تاع لي بيبي لي برودوي كوزميتيك. كاين لي بزنس باش القوت هذاك الدراهم هذاك يقوت به العائله تاعو في البلاد، كاين اللي يبعث دراهم وهما يسرقوا نورمال. ما والله دي فوا ما حرت وما يخافوش ربي. سي بور سا بديت لكم هذا الفيديو قلت لكم كاين لا ما يخافش ربي، يعني تجي الضمير تاعو يروح يرقد نورمال. يعني انت مثلا الا راك تشوف الفيديو هذا اللي سرقت لي انايا زوج سراول وسرقت هذاك ولا هذاك اللي سرق له الكاميرا نورمال، يعني يجيك نعاس نورمال ترقد. انا وكان يحلف فيا واحد ولا نضارب مع واحد نبقى غير نخمم ونطلع في الحساب، بالك ظلمته بالك يجي ليا بالك يخدعني. انت نورمال تخدم في المطار تسرق، تخدم في الميناء تسرق، في البور تخدم في تبيع الخضره تسرق، تبيع السردين تسرق، ريسيفور تسرق، كاع يسرقوا. تخدم في بيرو تسرق، تدي كاين مسمار ما تقدرش ديه، ستيلو تابع تاع الشركه ما ديش، يدوا الرولمات ستيلوات لي كادر لي كار يدوا كلش. يسرقوا في اوقات العمل، تلقاه يخدم 5 سوايع في النهار ويخلص قيس 8 سوايع. بومبا ايسونس الشيف ستاسيون يسرق الا من رحم ربي، بومبيست يسرق، الكليون اللي راح يعمر ليسونس يسرق. مي فهمتش السرقه في البلاد ولات حاجه نورمال، سي كوتيديان. العسكري تلقاها
القياده هذوك الا من رحم ربي يسرقوا. البوليسي تلقاه يحبس، البوليسي تلقاه مثلا الى حبس جان في البلاد يضرب بروسي يعيط عليه ويخشن عليه، وكي يلحق مع جان في ماكياج وجان في حطام لنا يبدا فهمت يبدا يرطب ويبدا يرقع ويسمح لها وما يديرلهاش بروسي. كيف تروح لا جوستيس ما كاش عداله. الا انت ولد قياده الا انت عندك دراهم دير واش حبيت. الاساتذه ثاني كيف التعليم، ولاد الاطباء ولاد لي كوميرسون ولاد الاساتذه في الصف الاول الزوا ولا في الصفوف الاخرى الاخيره. الجوامع كاين جوامع في البويره كاين جوامع لا حول ولا قوه الا بالله. في البويره كاين جوامع الوالي يديروا له صف وحده وزربيه وحده لا حول ولا قوه الا بالله. فهمت هاد الائمه وهذا الصوفيين هذو تاع وزاره الشؤون الطينيه ولا الشؤون الدنيويه كيف هذا مسجد يصلوا فيه كاع العباد. يعني ما تقدرش تدير الفرق داخل المسجد. انا حضرت لها مسجد صلاة العيد الوالي والشيف كولونيل ولا اسمه كولونيل تاع الجدارمية ولا بو شيف دايره في الصف الاول. ممنوع عليك انت كزوالي تصلي قدامه. واش يعني شغل تكبر؟ ما فهمتش انايا. سبحان الله العظيم. الجهل تلقاهم وكثروا هذا السرقه هذه تسمى. يعني دوك حنايا واش حبيت نقول لكم، السرقه ماهيش فقط السلطه اللي تسرق ولا الحكومه ولا البرلمان، حتى الشعب هو اللي يسرق. في البنيان يسرقوا، في البنيان يسرقوا. الطاكسي يسرق، ميكانيسيان يسرق، كاين اللي عنده محل تاع تليفون تديرو تليفون يسرق لك لي بياس، كاين اللي يجيب تليفونات ميترونجي يبدا ينحي الباتري يبدل يدير باتري واحده اخرى، ينحي شارجور يسرق، ينحي شارجور يبيع لك تليفون بلا شارجور. تديرو تليفون يدير لك لي فوتو تاعك يبدا يبتزو في النساء يبتزو في الرجال. كثر الباطل وكثر الحرام في البلاد وكثر الفسق. يعني البلاد هذيك الله يسترنا. ولحقنا حتى في رمضان يبيع الزلابيه يسرق، الكانكيري يسرق، السياغ البيجوتي يسرق، الا من رحم ربي. اسمعوا مليح واش راني نقول لكم، الا من رحم ربي. مازال ناس مؤمنين في البلاد، مازال ائمه ناس ملاح سنيين، مازال الناس كما قلت لكم يخدموا في العداله. كاين دي جوج ولا فاميليا يصلوا يخافوا ربي، ولكن هذو تلقاهم دائما محقورين ومعزولين والزوا ولا ويضغطوا عليهم. هذو السراقين. كاين عباد في البلاد ناس ملاح. انايا حضرت كي كنت نصلي في البلاد كي كنت نصلي في الجامعه ومنا حضرت شحال الناس يسرقوا صندوق الزكاه، الناس يسرقوا المصاحف. انا نشفى لها في البلاد، انا نحكي على روحي في البلاد نشفى واحد العام اول يوم تاع رمضان صلاه المغرب دخلت كانت عندي بليغه اديداس 300,000. هذه عندها 11 سنه ولا 15 سنه. 300,000 هذاك الوقت. دخلت صليت المغرب هبطت ببليغه تاع الجامعه. والله ما نسمح لك يا السراق الى يوم الدين مهما كان هذا السراق. وانا شحال من خطره في الجوامع يسرقوا، في الجامع تسرق، داخل المسجد تسرق. فهمتني؟ واش من الضمير، واش من القلب اللي عندك؟ اعطيني قلبك، اعطيني مخك، اعطيني ما عندهم حتى مشاعر. تسرق داخل جامع، تروح تصلي تسرق الصلاه، تسرق في الصلاه. تلقاه يخدم ويسرق لي بابي. تلقى واحد مثلا ان جون عنده بزنس، عنده مثلا اليمونطاسيون، يكمل الخدام تاعو، يكمل الخدمه يديله 20,000 50,000 100,000 ويروح نورمال. راك تخدم عنده وراه تفاهمت معاه، قال لك نعطيك 3 ملايين شهر، قلت له اوكي صح، وعلاه تزيد تسرقوا؟ باسكو يعطيك 3 ملايين ما تكفيش. قول له 3 ملايين تاعك ما تكفيش ما نخدمش عندك ولا زيد لي. هو قال لك نعطيك 3 ملايين على حساب الظروف تاعو، حتى ويكون يستغلك. هذاك واش يقدر يعطيك 3 ملايين، يعطيك مليون، على بالي مليون قليله، 3 قليله، 10 قليله، بصح راك قبلت بالصالير هذاك. وعلاه يزيد تسرقوا؟ نفس الشيء تلقاه يخدم الريسيفر في كار ولا في تران ولا في مترو، هي الصالير تاعك 4 ملايين 2 ملايين و500 8 ملايين 10 ملايين، خلاص اقتنع به. حمد ربي اللي عندك خدمه، حمد ربي اللي ربي يعطيك الصحه والخدمه. اما السارق هذو ولا السراقين هذو جو تخرج فيك، ان شاء الله ما تخرج في ولادك، وان شاء الله ما تخرج في الزوجه تاعك ولا الاقارب تاعك ولا في والديك، بصح انت تخرج فيك. والله هذو اللي يسرقوا، وخاصه في رمضان، قسما بالله ما تربح لا الدنيا لا اخره. ونقول لك من هذا المنبر، وراه دوكا حيأذن المغرب، راه قريب خلاص ان شاء الله ربي يتقبل مني الدعوه هذه، ورانا صايمين وفي العواشر ورانا يتامى ومظلومين. حسبنا الله ونعم الوكيل في السراق، حسبنا الله ونعم الوكيل في السراق، حسبنا الله ونعم الوكيل في السراق. والله ما نسمح لكم يا السراقين.
سرقوا في المطارات، السرقه حتى الانسان ولا يخاف يحبط البلاد، ما يخلوا والو، كابا فاليزا لابوسيت يسرقوا، هكذا ولات السرقه نورمال. شغل خدمتو سراق، لازم يديروا لهم دي باج هكذا سراقين. ربي سبحانه قال لك قطع له يده، يا ودي يدك نقطع. فهمت انا؟ الناس راهم يشتكوا مساكن. السيد راح يصلي جمعه، عنده كليو، راح يصلي جمعه في الجامع الكبير فرحان وكش ما يدي اجر. دوك بالك يزيد الصلاه راح يبطلها، مش كاع يروح الجامع هذاك، تسرق له كاميرا. السيد راح يصلي وانت راك تسرق في رمضان. السيد جا فواياجي حابط عيان يروح يجوز رمضان في البلاد منا، تدي له تليفون ماشي تاعك تليفون هذا، تدي يعني مش قرعه ريحه. قل له قصده، قال يا اخي عجبني كاسكيطه تاعك، يا اخي اعطيني 20 اورو، يا اخي مانيش لاحق، راني خدام ديواني ولا نخدم مع باش انا الشرطه في المطار. وحتى هذوك اللي باجاجيت يسرقوا ويكسروا الفاليزات ويخبطوهم. حتى الانسان في البلاد ولا العامل تاعو ما يتقنوش، العامل خدمته ما يتقنهاش. واش من العذر اللي عنده؟ هذه بلاد هذه انا نخدم قيس ما يخلصوني، ما تخدمش، هذه ما يجوز شرعا. يا اخي راك مسلم، سقسي، روح سقسي وقرا. نسقسي ليش هذوك الصوفيه والوهابيين وهذوك ائمه السي سي بي افتح كتابات وروح اقرا ولا جوجل ولا سقسي. ما يجوز شرعا تسرق بحجه انك ما راكش لاحق، ما يجوز شرعا تهاون في العمل تاعك وما تقنوش بحجه انك ماكش تخلص مليح. كاين ناس الخدمه اللي راك تخدمها نتايا كواك سوا، شرطي، جدرمي، عسكري، تخدم في حانوت، تخدم في بولونجري، ما بتخدم في لوزين تاع صبيغه، لوزين تاع تقاشر، وين تخدم تاع لوزين تاع الميلفاي، لوزين تاع الشيفلور، وين تخدم. كاين الناس الخدمه هذه تشهوها، يتمنوها، يتمنى الخدمه اللي راك تخدم فيها انت، راك تخدم فيها وتزيد تسرق. شغل نتايا تكبر على الخدمه. شغل ما تلقاه يخدم بومبيست ولا يخدم في سوناتراك ويسرق ويدخلوا الخدمه بالرشوه بالتشيبا. والله وهذا البرلمانيين هذو تاع البرلمان هذو لعنه الله عليهم، لانه البرلمان في الجزائر هو سبب تدهور القدره الشرائيه تاع المواطن الجزائري. شو سبب كاع الجيري سي البرلمان. ربي يوكلكم يا النواب، يا كوكسوس رجال ولا نساء، كيف مانيش نحكي على كاع رجال، كاين نساء سراقات كيف تلقاها تخدم حفافه ولا باش واش تخدم في شركه، تدي تكمل الخدمه، تدي معها كالوندري، تدي معها صباط، تدي معها 100,000 تفتح لاكيس ودي 100,000. حتى الناس دايرين كاميرات وما يخافوش، يعني هو على بالو بلي حانوت تاع هاتف، على بالو بلي فيه كاميرات، وعلى بالو بلي اون بيجوتري فيها هذه كاميرا، بصح هكذاك يسرق نورمال ويديروه في لي ريزو سوسيو وجهه صحيح. وكثروا السرقه، تلقى واحد بالموطو داير حاشاكم كي القرد، يضرب الموطو هكذا ويسرق. وحده مسكينه تمشي بالتليفون، بالك التليفون هذاك مسلفات، وبالك ماشي تاعها، بالك تهضر مع يمها مريضه، بالك تهضر مع راجلها، بالك راهي في امور الطلاق، مرا يتيمه ولا جان مسكين راه يخدم يحوس على خدمه. ايماجيني واحد راه يهضر راه يحوس على خدمه، وانت تجيب الموطو تدي له تليفون، ضيعت له كاع حياته، وهو راح يخدم على ماليه. كاين اللي باباه مريض، ما فهمتش انا واش من القلب اللي عندكم، ويحبوا كاع زعما فهمتي، روحتهم كاع خشان، ويقول لك انا نروح لفرنسا وانا نروح لاسبانيا وندير تاويل ومنا. والناس باش تروح الحج بالتشيبا، الحج بالمعرفه. ما فهمتش انا. تلقى امام، انا هذه نعرفها يعني 100%، ممكن تعرفوها. امام يروح يدير الحج ولا عمره، يدير مالادي هو مش صحيح والله، غير تحير على بالكم. امام يصلي، يخرج في القرعه تاع الحج، خرج جا بالمعرفه ولا بالتشيبا، الا من رحم ربي. يعني قلت لكم باللي الا ما رحم ربي، كاين ائمه ناس ملاح، هذو امثله فقط. يروح للعمره، هو راه خدام تبع وزاره الشؤون الدنيويه هذه، يروح العمره ولا يروح الحج، يدير لهم مالادي نورمال، مالادي. هو راه في الحج بصحته وداير السيلفي ومنه ويقضي ويبزنس، يشري له الذهب ويشري منه ومنه لي زافير تاعو، وراه في الحج ولا في العمره وداير مالادي في البلاد لوزاره الشؤون الدينيه. العمره عمره والحج الحج ولا بالمعرفه، الحج ولا بالتشيبا. فهمتش انا واحد انا حبيت نفهموني انتم في لي كومونتير، كيف فهموني احبابك، انا والله غير دخت. كيف واحد يروح يدير عمره ولا يدير الحج من تشيبا؟ واش راك رايح باش يقبل ربي؟ ما يقبلهاش، هذه باينه بلي ما يقبلهاش. ما كاش دوك اللي في كومونتير يقول لك راح يقبلها. كيف يقبلها؟ تمد تشيبا، تمد دراهم، تمد 20 مليون ولا 5 ملايين باش تروح الحج. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم تشوفوا هذا الفيديو هذه، بارطاجيوها. والله غير كاين امور غير تضحك وامور غير تبكي. واللي عنده اللي صرات له اي واحد صرات له امور تاع السرقه في حياته، مظلوم سرقه، يكتب لنا في لي كومونتير
ويقول لنا واش راه يحس، واذكره سامح ولا ماشي سامح. انا والله ما نسمح، انا اي واحد سرقني ما نسمحش. انا خوتي في البلاد يتامى، خوتي يتامى وتزيدوا تسرقوهم، ما فهمتش انا. ومن بعد يقول لك بوتفليقه سراق، ويحيى سراق، سلال سراق، انتوما كاع سراقين. في الاميري يخدم في الاميري يسرق، في شركه تاع الزبل يسرق، في صون الغاز يسرق. تسمى هذو السراقين صغار. نهار يولوا كبار، نهار يولوا مثلا رئيس حكومه ولا يولي رئيس الجزائر ولا كيف راح يولي سراق. في البرلمان يسرقوا التشيبا، المعرفه، اللي يخدموا المخدرات، الصاروخ، البلاد كاع مخلطه كاع. حنا دائما نقولوا ان شاء الله تسقم، وان شاء الله تسقم، كل عندنا اسبوار باش حنا في الغربه نحبطوا ونريحوا مع العائله تاعنا ونصلوا. على رانا كبرنا حنا في الغربه هذه ورانا كبار ديجا، بصح دائما شغل دائما تسمع واحد الحوايج في لي ريزو سوسيو وتشوفهم وتقرا عليهم باللي امور يعني كما يقول القاوري سي دي زيستوار دوميغ دوبو. انسان جاي في رمضان، تراك خدام في رمضان، فهمت انا علاش تصلي وعلاش راك تصلي وعلاش راك تصلي وعلاش راك تصوم؟ مادام تسرق وتخدع وتكذب وتنافق، مادام فيك هذه الامور الشيطانيه. الا كانوا فيك امور ولا عيوب اللي في الدين بينك وبين الله عز وجل، ربي يسترك ويستر عيوبك. كاع عندنا عيوب، ربي ان شاء الله يسترهم لنا. وكاع نغلطوا، كاع رانا 100%. ما تقوليش زعما انا ما نغلطش وما عنديش عيوب. الصلاه تغلط في الصيام، اما الصيام فهو ربي سبحانه في الحديث القدسي قال فهو لي وانا اجزي به. يعني الصيام شهر رمضان تاع ربي سبحانه، لازم تقرا قران، تصلي التراويح، صلي 5 صلوات تاعك في المسجد، الدعاء، الصدقه، زياره المرضى، عاون الناس. انت تروح تسرق في رمضان، تسرق تليفون الفواياجور، تسرق الكاميرا لواحد مسكين جاي يصلي الجمعه، تسرق تليفون، يعني تسرق تليفون، سرقوا هكذا وداروا في جيبو زعما شغل رجله، ومن بعد يدي التليفون هذاك يبيعوه في المارشي ومنه فرحان ويروح يقضي لولادو ولا يقضي ليماه. فهمت؟ هو هذا راجل، هذا زعما هزي. فهمت؟ شغل انا هزي، انا راجل انا. يا وحسابكم عند ربي سبحانه. والله عاد تخلصوها غاليه، والله العظيم غير تخلصوها غاليه. وما يجيش واحد هنا في لي كومونتير يفتي لي ولا يخرط عليا ومنا وربي سبحانه. انا نقول لكم الحلال بين والحرام بين. هذا الناس هذو اللي راهم مازالهم عايشين في الجزائر وعلى جالهم الجزائر هذه ما ربحتش والجزائر هذه ما رفدتش براسها. وحتى هذه الحكامه مش تقوليش انت راك تهضر غير على الشعب الجزائري. الشعب كاين بزاف سراقين وبزاف اللي خسروا. تلقى واحد قاعد في لاريد بيس يكسر لومبا، يكسروا لاريد بيس في الحيط، يبولوا في الحيوط حاشاكم، يرمي الزبل من التاقه، التبذير. تلقى واحد عايش مع مرته وثلاثه زوج دراري يشري 20 خبزه في النهار. الماء الزبل حاشاكم اكرمكم الله تاع لي زالجيريان معمر بالماكله والتبذير والزوخ. ويديروا هذول الناس ولا يديروا المواكل تاعهم في لي ريزو سوسيو. علاش دير الماكله تاعك في الريزو؟ عايش للناس ولا عايش روحك؟ كيف عايش روحك؟ راني درت شربه، راني درت بوراك، شوفوا واش طيبت، شوفوا النسات كيف شوفوني واش طيبت. وفي التيك توك ولاو يعروا ولاو في رمضان، حتى في رمضان. فهمت انا؟ وبعد يقول لك رمضان ما بقاتش فيه بنه ومنه. ما رمضان ماشي على بنه ولا ماشي بنه، هذا شهر رمضان راه نزل فيه القران، شهر تاع الصلاه، تاع العباده، تاع قراءه القران، تاع تروح تشوف المرضى. الناس راهم مرضى، واحد ما يهضرش، واحد ما يشوفش، واحد عنده كونسير، الله يعافينا. وانت يا ما تخاف روح الجبانه، شوف الناس راهي موتى، راهي تسال. روح الجبانه، هذو الناس اللي راهم يسرقوا منا، روح الجبانه. الناس وراهم ويحيى، وراه فرعون، وراه هامان، وراه قارون، وراهم الانبياء، راحوا جدودنا ووالدينا راحوا. مكاش يا سعدك يا فاعل خير. وزيد في رمضان ما تسرقوا الناس، ما تحشموش. رمضان والعدل، ما كاش العدل في البلاد هذيك، ما كاش. يعني تلقاه في السبيطار ما يخدمش، يتكسل يقول لك انا نخلص 5 ملايين واش راح لنا في الامارات. ما تخدمش، خلي الناس يخدموا ولا ما تخدموش كاع. تلقاه فرملي يقول لك انا واش ندير، انا واش ندير لك انا هذيك الشهر يلا انا يعطوا لي 2 ملايين 3 ملايين. بصح الشهر هذيك قبلتها، راك درت كونطراك خدام يا اخي، حلل دراهمك. الناس راهم مرضى، ما تلقاه يدي تشكك، يدي كل شيء قطن، يدي حتى ولينا ولاو لي مالاد مساكن كي يروحوا للسبيطار يدي معاه التشكك والقطن. خص غير يدي معاه باش انا واش يدي معاه فرملي للسبيطار وخلاص. الله يهديكم ان شاء الله، الله يهدي شبابنا، الله يصلح احوالنا. اللهم اشف مرضانا وعافي ربنا اصحاءنا، الله يرحم موتانا. حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل في ظلمنا. ما تنساوش لي كومونتير، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة سحوركم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.